ويعتبر تصعيد خطير في قدرات الصين في مجال مقاومة الأقمار الصناعية، خصوصا إن ده بيهدد مباشرة أقمار الاتصالات والملاحة والتجسس والبنية التحتية الفضائية للولايات المتحدة كلها، أو ببساطة تهديد الأصول الفضائية الأمريكية. الصين طبقا لتقارير أمريكية بتسرع من وتيرة نشر قدراتها بشكل سريع، وفي الواقع دي مش الحادثة الوحيدة أو الفريدة من نوعها. البداية كانت في 11 يناير 2007 لما قامت الصين بإطلاق صاروخ مضاد للأقمار الصناعية ودمرت بيه قمرها الصناعي الخاص فينجاين 1 سي. التدمير أنتج كمية ضخمة من الحطام الفضائي، واللي وفقا لبعض المصادر وصلت لأكثر من 2800 قطعة سريعة الحركة. في 24 يناير 2019 الهند أطلقت قمرها الصناعي مايكروسات آر، عشان بعديها بأقل من شهرين تضربه بصاروخ مضاد للأقمار كأول اختبار للنوع ده من الأسلحة الفضائية، واللي اعتبرته الولايات المتحدة تهديد مبطن ليها. تدمير قمر صناعي مش مجرد تقدم علمي، ده تهديد للفضاء ككل، وكانه بيمهد لفضاء ممكن يبقى في المستقبل ساحة جديدة لفرض السيطرة.